الناس اللي مرضين بداء سكري كيبغيو كاملين يصوموا، ولكن اللي خصهم يعرفوه هو أن ديما قبل ما يصوموا خصهم يمشيو عند الطبيب المعالج ديالهم. الوغ المرضى اللي كيكون عندهم الخزان مزيان، يعني الخزان مزيان ما بين 6:30 7، وكياخدوا الفنيد اللي ما تيهبطش السكر، اللي ما كيديرش ليبوغليسيمي. حنا عندنا معروف بالفنيد الرقيق، الرقاق هذا كاين فنيد الرقاق كاين فايد الغليظ. دونك بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم داء السكري، ديما تنصحهم انهم يمشيو يراقبوا الشبكه ديال العين، للعين. يديروا الشبكه ديال العين على الاقل مره في العام. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في برنامج كلام في الصحة. كيف عودناكم استضافة أسماء من جميع التخصصات لمزيد من التوعية ولمزيد من التعرف على بعض الأمراض وعلى الأشياء اللي خصنا ناخذ منها الحذر، الأشياء اللي خصنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها. اليوم معايا دكتورة أخصائية في مرض السكري. قدم لنا راسك. مرحبا بك لاله فاطمة الزهراء. الله يبارك فيك. دونك سي دكتور الحمام صفة زهراء، اخصائيه في امراض في داء سكري والغدد الصماء وامراض الايض. دونك انا سعيده هذا النهار لانني التواجد ديالي معكم. دونك ان شاء الله نقدموا نصائح حلقة جميلة. ان شاء لاله فاطمة الزهراء دكتورة. السكري حنا كنعرفوه داء اللي كيعانيو منه، إلا بغينا نقولوا واحد مجموعة كبيرة ديال الناس، وحنا داخلين على رمضان. كيف زعما باش غتنصح المرضى السكري شنو يديروا وهما مقبلين على شهر الصيام، و entre parenthèses الناس كيبغيو يصوموا واخا مرض؟ شكرا بزاف على هذا السؤال، لان دابا حنايا في هذا الوقت هذا الناس اللي مرضين بداء سكري كيبغيو كاملين يصوموا، ولكن اللي خصهم يعرفوه هو أن ديما قبل ما يصوموا خصهم يمشيو عند الطبيب المعالج ديالهم. علاش؟ لأن الطبيب كيقدر يعرف شنو هي الخطورة اللي كيشكل الصيام على هاد الناس هادو. دونك حنايا فاش كيكون عندنا مريض داء سكري تنصنفوه ل3 ولا 4 ديال كاين عندنا 4 ديال اللي الصنيفات. exactement. عندنا الناس اللي لا صاموا راه كتكون الخطورة عليهم عالية جدا، كاينين الناس اللي لا صاموا راه كتكون الخطورة زعما قليلة، قليلة. وكاين اللي موديري يمكن لهم يصوموا ولكن avec plusieurs précautions. دونك هادشي حنايا كيفاش كنديرو نصنفو هادشي سي عندنا واحد دي ريكومونداسيون ديال واحد التوصيات العالمية على حساب نوع السكري، على حساب الدواء اللي كيديروا، واش الانسولين ولا واش كياخدوا الدوايات اللي كيهبطوا السكر، على حساب لا دوري ديال السكر شحال هادي د الوقت هما فيهم السكر، على حساب لي كومبليكاسيون اللي عندهم. الناس اللي عندهم داء سكري بوحدو ماشي هما اللي عندهم داء سكري ولا معاه العين، الشبكة ديال العين كتكون مقيوسة، الناس اللي عندهم القلب، الناس اللي عندهم الضغط. فوالا لا طونسيون كتكون تقريبا مصاحبة ليه. اكزاكتومون. الديابيت. يعني تنحاولوا نشوفوا لو بروفيل جينيرال ديال هاد المرضى عاد باش كنقدروا نقولوا واش غيقدروا يصوموا طون ولا ولا. ما يصومش. اكزاكتومون. وي. بالنسبة لي ديابيتيك اللي بالفنيد اللي كياخدوا فنيد ملي كيديروا الخزان كيلقاوه موين اونتر 6 5 7، واش هادو خصهم يصوموا او لا؟ دابا حنا كنهضروا غير جلوبال، اما كل مريض راه خصو يمشي للطبيب اكزاكتومون. ها. الوغ المرضى اللي كيكون عندهم الخزان مزيان، يعني الخزان مزيان ما بين 6:30 7، وكياخدوا الفنيد اللي ما تيهبطش السكر، اللي ما كيديرش ليبوغليسيمي. حنا عندنا معروف بالفنيد الرقيق، الرقاق هذا كاين فنيد الرقاق وكاين فايد الغليظ. والفرق بيناتهم. alors الفنيد الغليظ سي د لا ميتفورمين، سي لا ميتفورمين هي اللي كتنقص من لا ريزيستانس د الانسولين، يعني كتلعب على مقاومة الانسولين. والفنيد الرقيق اللي بلوس كيستيمولي لا سيكريسيون ديال الانسولين، يعني هذا كاين فيه خطورة أكثر باش أن المريض يدير ليبوغليسيمي في الصيام ديالو، يعني تيخصو يرجع عند الطبيب ديالو باش يادابتيلو لي دوز. راه دي فوا راه كيمكن له يصوم ولكن ابخي اجوستمون ثيرابوتيك، يعني حتى الدواء تيخصو يتقاد على حساب الحالة ديال المريض، على حساب الخزان كما قلتي، على حساب هو كيفاش غادي يقدر يدوز ديك النهار، وبيان سور تيخصهم يصوموا مع المراقبة ديال السكر. ديال السكر طوال النهار يبقى يعبر. اكزاكتومون. وهما كيقولوا ما خصوش يصوموا السكر على الماء،
لأن الما خصو يشرب الما بزاف، هادي كاينة؟ ألوغ تخي بيان. دابا هنا بالنسبة لهاد الناس هادو، حنايا فاش كيجيو عندنا مرضى سكري قبل من رمضان تنديرو لهم مجموعة ديال التحاليل، ما بيناتهم التحليلة ديال الكلاوي، ما بيناتهم التحليلة ديال التصفية ديال الكلاوي في البولة، باش هنا كنشوفو واش يقدروا يغيزيستيو لهداك الجفاف اللي تيكون مصاحب في الصيام ولا لا. هاديك التحليلات الكلاوي مهمة دكتورة. بيان سور لأن هي الحاجة اللي كنخافو منها من الصيام، كاين بيان سور ليبوغليسيمي وكاين الجفاف. ينشفوا ينشفوا، إلا نشفوا شنو هو لو ريسك اللي كاين؟ سي سورتو لانسوفيزونس رينال ايغو، يعني فشل الكلوي. إلا كان السيد مثلا سورتو كبير شويه في العمر، عنده السكر ما نقادش، كيصوم كيدوز النهار ما كيشربش، وفي الليل ما تيشربش الكميه ديال الماء اللي كافيه تروي له الجسم ديالو. الخطر. اكزاكتومون. نعم. وبالنسبة للقضية واخا نشوفها معاك ونشوفها مع مختص أوفطالم، الشبكة د العين كتأثّر بالصيام، حتى أنا كنعرف حالة دكتورة أنها من بعد ما صامت رمضان طاحت أن الشبكة وقع لها شي عريقات قال لك تقدر تقولها، فأصيبت ما بقاتش كتشوف، الوغ وهادي راه مازالها صغيرة في السن. الوغ أول حاجة دونك بالنسبة للناس اللي تيكون عندهم داء السكري، ديما تنصحهم أنهم يمشيو يراقبوا الشبكة ديال العين، خصهم يديروا الشبكة ديال العين على الأقل مرة في العام، يعني خصهم يمشيو يشوفوا الطبيب على الأقل مرة في العام، سورتو إلا كان السكر ديالهم ما مقادش. إلا كان عندهم السكر مقاد الخزان مزيان داكشي كيمكن لهم يخليو زعما مرة في العامين، مي افون رمضان إلا كان السكر ما مقادش راه هنا تيخصهم يشوفوا الشبكة ديالهم قبل من الصيام. بالمزيان. علاش؟ لأن الصيام شنو تيوقع فيه؟ الصيام ال الواحد كيقدر يتعرّض لهبوط مفاجئ ديال السكر، هداك الهبوط المفاجئ ديال السكر بحيلة ما تيخليش الشبكة ديال العين أنها تاخد القوت ديالها اليومي، وبالتالي كت كتقدر كتوقع بها جلطة، exact. فيها جلطة. إذا شنو النصائح اللي تعطي للمرضى السكري بمناسبة رمضان؟ ألوغ أول حاجة وهي يحاولوا ما يصوموش بلا ما يستشروا الطبيب ديالهم. يعني استشارة الطبيب ضرورية للصيام. وي، الطبيب ديالهم هو المسؤول عليهم، هو اللي مسؤول على الحالة ديالهم، هو اللي يقول لهم واش يقدروا يصوموا ولا ما ممكن ما يصوموش، يصوم. لأن بزاف د الناس كنشوفوهم تيصوموا ومن بعد كيقدروا يصوموا داك ال15 يوم الأولى، ومن بعد أبخي الحالة ديالهم كتدهور، ومن بعد كنصدقوا في مضاعفات واحدة أخرى، أنتِ قلتيها هي دابا السيدات قصتها العوينة، كاين ناس واحد آخرين اللي تنشوفوهم مضاعفات واحدة أخرى، الكلاوي كينشفوا لهم وحوايج واحد آخرين، دونك الأحسن يستشروا الطبيب ديالهم. تاني حاجة التغذية خصها تكون متوازنة في شهر رمضان. شهرية. واحد وي شحال من واحد كيقول لك وأنا دابا غادي نصوم وإذا نشوف في السحور ويمكن ناخد شي حاجة حلوة ماشي مشكل راني غندوز نهار كامل صايم، ألوغ كو نو، خص التغذية تكون متوازنة، يعني السحور خصو يكون فيه بروتينات، خص يكون فيه نشويات معقدة يعني بحال الخبز الكامل ولا الشوفان ولا الدجيجة، شي حاجة اللي فيها السكريات البطيئة اللي غادي تفرز ليه نهار كامل وغادي تحمي هاد المريض من الهبوط ديال السكر. وما ياخدش الحاجة الحلوة نهائيًا. الحلاوة لو sucre rapide نو يمكن له ياخدو على شكل فاكهة، يعني ياخد مثلًا يعني الشباكية والبريوات هادشي غير مسموح، الشباكية والبريوات وداكشي اللي مقلي هادشي من الأحسن المريض بداء السكري يتفاداه كومبليتمون، en fait ماشي غير مريض بداء السكري راه حنا كاملين خصنا نتفاداوه، باسكو هنايا كنوصيو على التغذية المتوازنة للناس كاملين الناس ماشي بيان سور اللي غير مرضى السكري خصهم ينفذوا هاد الشي كتر وكتر. إذًا يكون تغذية متوازنة ويشرب الماء مزيان وبعد أن يأذن له الطبيب أنه يصوم. بالضبط. تمامًا. والدوا يعني ماشي مشكل ياخدو غير بالليل. ألوغ الدوا الطبيب المعالج هو اللي كيقاد له الجرعات ديالو ديال الدوا، لأن كاين شي دوايات اللي تيخصنا نقطعوهم قبل رمضان، لأن حتى هما كيقدروا يسببوا في الجفاف ديال الذات مع الصيام، دونك خصهم يتحبسوا قبل رمضان. كاين دوايات واحد أخرين اللي كنقدروا غير نقصوا في الجرعات ديالهم ويقدر المريض يصوم بدون خطر. كاين الناس اللي عندهم الانسولين دونك على حساب الانسولين اللي تياخدو، الناس اللي كياخدو الانسولين السريعة والبطيئة راه اون جينيرال هادو ما خصهمش كاع يصوموا. الناس اللي كياخدو الانسولين البطيئة الجرعات ديالها راها كتقاد، تيخصها تنقص قبل من الصيام وتيخص المراقبة خلال اليوم ديال الصيام. اليوم ديال الصيام. دكتورة شكرًا جزيلًا على هاد المعلومات القيّمة.
وفي الحقيقة تمامًا مرضى السُكّري خصهم يبقاو تحت المراقبة الطبية حتى في الأيام العادية. أمّا رمضان راه الرخص إلا كانت رخصة الإفطار دابا الناس كتجيهم صعيب أنه يفطر surtout الناس الكبار. أمّا الصغار راه فاهم أنه إلا كان مريض راه ما غيصومش. شكرًا جزيلًا، وكلمة أخيرة لبرنامج كلام في الصحة من عندك دكتورة. بالنسبة دونك كنشكركم على هاد الاستضافة، و بالنسبة للمرضى بداء السكري كنصحهم أنهم ي يشربوا الماء مزيان، يحاولوا ينظموا التغذية ديالهم، و وما يصوموش بدون استشارة طبية. وآخر كلمة غادي نقولها في حق العيالات اللي حاملين، لأن كنشوفوا بزاف العيالات حاملين اللي عندهم داء السكري، يا إما داء سكري فريد الحمل. يا إما سكري الحمل ولا سكري النوع الثاني. دونك هادو كنصحهم أنهم ما يصوموا بدون استشارة طبية. آه. شكرا. شكرًا جزيلًا، ونتمنى إن شاء الله نلتقاو معاك إن شاء في autre chose وفي des thèmes وحدين أخرين. وإلى حلقة جديدة من حلقات كلام في الصحة مع ضيف جديد ودكتور جديد. شكرًا.